السلام عليكم يا هلا. في الفيديو ده هنعرف ايه هو فن الديكوباج. بلزق ايه على ايه. مش عندي تنوع رهيب في الحاجات اللي بلزقها والحاجات اللي بتتلزق عليها، فيعني اطلقوا العنان لخيالكم ومفيش حاجه تأيدكم خالص. تقدروا تعملوا اي حاجه على اي حاجه بجد يعني. طيب فن الديكوباج ده هو فن لزق الورق. استخدموه علشان يعني في البيوت الفقيره شويه انها تقدر تزين بيوتها من غير ما تاخد تكاليف كتير من الرسم، ويعني ويروحوا لحد يستعينوا بيه ان هو يعمل لهم لوحات برسومات تحفه وحاجات كده. لا، اي هم يزينوا بيوتهم باي ورق يعني عندهم واي اشكال ورق. فبلزق ايه؟ ممكن الزق ورق مناديل. ده الاصل في الديكوباج هو لزق النابكنز او ورق منديل السفره اللي بيجي مطبوع ده جاهز. تمام. طب هو طبعا بتبقى اشكاله محدوده وقليله شويه، ففي ناس ربنا يكرمهم بقوا يعملوا يجيبوا خامه ورق قريبه من المناديل ويطبعوا لك المقاس اللي انت عايزاه بالشكل اللي انت عايزاه. تمام. زي مثلا ديكوريت يور بيت، دي حاجه حلوه قوي. انت بتطبعيه بقى على ورق ابيض عادي، لان الطباعه على المناديل دي بتاخد حوالي 10 ايام على ما يجمعوا اوردر طباعه. بتطبعيه على ورق ابيض عادي خالص من عند اي مكتبه طباعه ليزر. اهم حاجه تكون طباعه ليزر. بتطبعي، بصي ده ورق اسمه اي 3 اللي هو بيكون مقاسه حوالي 29 في 42. خلاص. ممكن يبقى ورق اي 4 اللي هو بيكون 20 في 30. ممكن يبقى طرحه، ممكن يبقى قماش. يعني اقصد القماش ده جاي في طرحه، جايباه قماش خياميه، جايباه اي حاجه. انا عملت صينيه حلوه جدا بالطرحه دي. يعني هي كانت عجباني، بس ما لما لبستها ما كانتش حلوه عليا. فروحت، كان عاجبني شكلها، رحت اخدتها وعملت بيها الصينيه. هحط لكم صورتها برضو. ممكن كمان ورق حيطه. شفت حد عامل بورق حيطه كانت تحفه. وبصوا كمان، دي كنت مره جايباها من مجدي، مكتبات مجدي اللي في العباسيه. قال لي ده ورق ديكوباج وبتاع، فقلت خلاص ورق ديكوباج. هو شبه ورق الكرافت كده ومتلو، يعني مرسوم عليه حاجات فينتج كده شويه. فكان حلو وظريف انا بقعد اجيب، يعني شاطره قوي اشتري حاجات كتير، بس مش بطبق كتير يعني عشان الوقت. ده اسمه ورق ترانسفير، ده بيبقى برضو تحفه. الورقة الصغنونة دي بتكون ب85 والأكبر بتكون ب135. ممكن كمان الجديد بقى اللي هو محدش أصلا يعرفه خالص، ورق الديكال. ده بيبقى تحفة بجد لو استخدمتوه على اللي هو الشفاف، بيبقى زي المناديل بالظبط. فهو بيجمع بين ميزة انك بتروحي تطبعي على طول الحاجة، فبتاخدي ميزة الورق وفي نفس الوقت بتاخدي ميزه الشفافيه بتاعه المناديل. فانت لو الخلفيه بتاعتك يعني مش عايزه الخلفيه البيضه بتاعه المنديل او الرسمه بتاعتك اصلا خلفيتها بيضه، بس انت مش عايزه خلفيتها البيضه دي، تقدري تعمليه على ورق ديكال وتلوني الصينيه بتاعتك باي لون بيج فواتح، يعني لازم تكون الوان فواتح. وبتحطي ورق الديكال ده في ميه، وتحطيه في ميه وتحطيه بعد كده تحطي ورنيش وتلزقيه زي الديكوباج العادي خالص. طيب ممكن بقى تحطي تلزقي على ايه؟ ممكن تلزقي طبعا على الخشب، ده الاصل بتاعنا. يعني مثلا اي بوكس خشب، اي صينيه، قطعه اساس خشب. ممكن تلزقيه على برطمان، ممكن تعمليه على حاجه ميتال نحاس او كده، ماشي، بتاعه القهوه فمش متوسخه شويه. بعد كده ممكن تعمليه على بلاستيك. دي اول حاجه عملتها، باسكت اللي عندي قعدت العب فيه كده ممكن كمان تعمليه على مج، بس احسن حاجه للمجز هي ورق الديكال، مش الورق المناديل والورق الابيض وكده. ممكن طبعا يستخدم عادي، بس يعني هيبقى ديكور، مش هيستخدم تشربي فيه. يعني ممكن برضو الشمع تحطي عليه ورق ديكال برضو، وتحطي ورنيش من تحت وتلزقي الورق تفرغيه وتحطي ورنيش كمان من فوق. يعني عندك فرايتي يعني لا نهائيه من الحاجات اللي ممكن تحطيها، ومن اللي تحطيها على ايه كمان عندك. يعني فكري بقى براحتك، وممكن تحطي اي حاجه. ممكن ستيكرز، ممكن في ناس بيجيبوا الورق اللي هو بيتلزق على الارفف والحاجات دي، بيحطوه ويغلفوا بيه مثلا ستاند كرتون. ممكن بنعمل على الكرتون على فكره. انا برضو عملت في الاول خالص على بوكس كرتون كان عندي، ورحت عاملاه بورق جرايد، فممكن تستخدمي ورق جرايد او مجلات.
يعني اي حاجه جربي في اي حاجه واشتغلي، بس يعني خدي كده يعني الزقه وابتدي على طول، علشان تقعدي تجربي وتغلطي ومش عارف ايه، وتشوفي ايه الصح وايه الغلط وايه اللي وقعتي فيه، وتسالي وكده لحد ما توصلي للطريقه المظبوطه اللي تكملي بقى عليها، وتبتدي تجيبي بقى ماتيريالز حلوه نظيفه شويه. طبعا برضو ما تستغليش قوي في الماتيريالز، لانك برضو اللي عايزه تبيعي الحاجه بكوست معقوله وتحطي عليها ربح ليكي حلو، ما تستخدميش بقى ماتيريالز غاليه قوي، فلما تيجي تحطي ربح ليكي تحطي مثلا 150 ولا 200 وحسب بقى الحاجه خدت منك وقت قد ايه. ما حدش يسالني على التسعير عشان التسعير ما يعني ما اعرفش، هو بيبقى غالبا سعر السوق يعني. فهتيجي تحطي تلاقي نفسك يعني تعبتي في الحاجه قوي وما عرفتيش تحطي ربح معقول لانك استخدمتي ماتيريالز غاليه قوي. فانا انصحكم بعادي بالوان البلاستيك والقوره، واعملي كل حاجه في البيت، اعملي جسو في البيت، اعملي ايه تاني يعني في حاجه برضو مثلا ترانسفير هناخدها، برضو في ماتيريال حلوه قوي، او تجيبها من مكتبه رخيصه، لان الناس معظمها بتستخدم المود بودج. انا بحب المود بودج قوي بستخدمه بس في السبرتايه، لكن ولو بقى استخدم يعني خلص من عندي البديل بتاعه بتاع الترانسفير بستخدمه هو المود بودج، لان اللاكيه سوري الورنيش والغيره والحاجات دي مش يعني ما بتجيبش نتيجه في الترانسفير حلوه خالص. بص مثلا برضو كنت عامله دي بورق المناديل اللي هي شبه دي، بس ورق A4 سوري A3 كبير، وحاولت بقى ايه بتفرغي خالص انا بصراحه حطيت الورقه زي ما هي، كنت مكسله يعني فحطيتها زي ما هي، وبعدين لقيت بقى الاطراف باينه قوي، فانت لا المفروض ان انت تفرغي خالص كل الابيض عشان تبقى البتاع الفينش بتاعها حلو كده وباين كانها مرسومه. وبعدين فابتديت اداري بقى بالشخابيط دي وبالستنسل وكده. في برضو ودي حطيت بقى انا ظبطت مقاس الورقه على طول حسب مقاس الصينيه زي ما اتعلمنا في كورس التصميم، وكنت منزلاها برضو انا قعدت ادور على حاجه تكون لايقه مع الورده، تكون فيها موف وتكون فيها بيربل وتكون كمان لايقه على رمضان شويه، فلقيت بقى البتاعه دي حلوه عجبتني قوي، وطبعتها على قد المقاس بتاعها.